هنا انتم من 2008 لهنا. من 2008. من 2008. الارض لك ولا لا؟ نعم. الارض هذه الارض ملك الدولة. هذه كلها راهي ملك الدولة، وهي اصلها تاع الزبيدي، هذا مستثمر خاص. الزبيدي كما قلت لك فكتها له من عهد بورقيبه، فكوها له في اطار تعاضد وما عوضوهش، قام عليهم قضية مع العلم انه بو الزبيدي هذا هو اللي بعث بورقيبه في اطار الجمعيه اللي مشى يقرا لفرنسا في السوربون. اغزي باش تعرف التاريخ كيفاش. كفوه انه رجع على ولاد الزبيدي هذوما، عمل لهم فكلهم في اطار تعاضد وكذا وما رجع لهمش. قاموا به بقضيه، جاب احمد بن صالح نواه سكنوا لهنا في الهري، بداو يكبروا بشوي بشوي بشوي، اللي خذا حقه في عهد بورقيبه الزبيدي، اللي خذا حقه في عهد الاخر المخلوع، فهمتني؟ وتوا احنا فينا وضعيه المجلس الجهوي هي اللي مازال فيها نزاع. بالضبط، مازال فيها نزاع. هو تو زبيدي قال لك ما عادش حاجتي به، مادام سكنوا العباد وبرشا بارك الله كذا فيك. ما عادش حاجتي به. ينتظر في انه الدوله باش تعوض له خاطر قايم بها القضيه ذيك امور اخرى. هما لهنا نحبوا ميزانيه خاصه من المجلس الجهوي باش يعطيهم اللي تيتر نتاعهم. انا بعثت الكاداستر معناتها اللي تابع هذيك المسح العقاري، قالوا لي الكلفه الاوليه تاع الدراسه 446 دينار كل عائله. باش نجموا نبداو في هذه تو عائله تنجم تدفع 460 دينار بالضبط. هذا كيفاش يتعهد بها المجلس الجهوي، كان عنده ميزانيه. تو تبقى المجلس الجهوي ما عندوش ميزانيه. اي باهي، احنا هالبرنامج هذايا اذا ما عندناش امكانيات كافيه في عود نعملوه في عام، نعملوه على عامين ثلاثه. المهم نتوكلوا على الله، المهم نخرجوا الناس من الوضع هذا، مش اما نعملوا مشروع كامل بالفلوس كامله، سامحني خويا العزيز، والا ما نعملوا حتى شيء. نبداو معاك، اقترحناه هذا فما برنامج عظيم برشا الحق مع الوكاله الفرنسيه للتنميه لا تبنات الهري في اطار معناتها معتمديه مجاز، وتبنات في قبلات وتبنات في برشا كذا. قعدنا مع السي ار دي ار تو في اطار الدراسه. تبين انه مكتب الدراسات، تبين انه مكتب الدراسات في اخر اجتماع عملناه معاهم صافي تو 2 موا، تبين انه مكتب الدراسات خذا معلومات غلط. عجب والله العظيم وللاسف. كي خذا معلومات غلطه صلحناهم وكذا، راهو الهري ما فيهاش هكا سكان، راهي ما توصلش لكذا، راهو واد مجرده مش من هنا. المعلومات هذه وقتاش عطاتوا عن طريق شكون؟ عن طريق نحن والاخ هذاك تاع لجنه حمايه الثوره، فهمتني؟ كي مشينا واحد هذاك صححتوا المعلومات، اما المعلومات الاولى الغلطه شكون عطاها له؟ والله مكتب الدراسات ما خدمش كوم يفوق. اي جاتوا معلومات غلطه، هو خرج من الدراسه لكن عملها غلط. باهي هذا وقت خسرناه، توا داركنا الامور. بالضبط. طلبنا تحبوا تنميوها، اول حاجه عملوا لنا انتم تبنيوا المطلب هذا اللي هو المسح العقاري تاع اي وين وصلنا؟ تبنيوها هم الوحده وقالوا لنا ان شاء الله نحطوها، بدينا نتحركوا ان شاء الله. خاصه انا نقول لك حاجه، الوضعيه زي وضعيه السيد هذا قبل المسح الاجباري قبل تسويه الملكيه العقاريه، لان احنا مش نعطوه في البن، هو ادرج اسمه سياره في المساكن الاجتماعيه في البرنامج خويا العزيز. انت راك من ضمن 309 الاولين اللي باش يبنوا، اعطينا اسم واحنا نرخصوا لك تبني ونرخصوا لك في الماء والضوء. ما عادش نحبوا الراو توانسه يسكنوا في بقايا كي من هذا، فهمني؟ ان شاء الله في اقرب وقت هم مخيين قاعدين يخدموا ودارك هاي في البرنامج، ما عادش نحبوا الراو تونسي ولا تونسي يسكن في الظروف هذه، وهالصغير هذايا نحبوا نوفروا له ظروف باش يقرا ويكبر ويولي كيف ولاد العالم الكل. ربي يفضله لكم ويفضل لك المرأة طيبة وذاك جينا لهنا وشوية وقت وبحول الله نخرج من الوضعية هذه. مبروك عليك يا سيدي.